اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. طبعا بعد هزيمة الزمالك البارح من اسوان اكيد الاستاذ مرتضى منصور مش هيفضل ساكت، واكيد في اسباب مقنعة للهزيمة، وعشان كده عملنا الحلقة دي. بس يا ريت في البداية نعمل لايك وشير ونشترك في القناة علشان في فيديوهات وردود مش هتلاقوها في اي مكان تاني. نسألوه كده مع بعض بالراحة مبدئيا، يعني ايه اول المشاكل اللي كانت سبب هزيمة الزمالك البارح؟ يا ترى ايه الردود؟ لا، انا مش مع السيد المستشار الشافعي انه تم مقابله فريق الزمالك احسن استقبال. لا، فريق الزمالك اتهان عندك تاني، اتهان عندك، وما اعتقدش ده جمهور اسوان المحترم. جمهور اسوان المحترم عمره ما كان شتان. شيكابالا واحد من اصحاب البلد هناك، صحيح، هم يتشتم، يتسب، يتهان. لا يا سياده المستشار خالص، لا، ولادنا اتشتموا واتهانوا وانضربوا قدام حضرتك، ودول بقول تاني عمر ما كان جمهور اسوان شتام ولا قليل الادب. دول عيال متأجرين، تاني متأجرين من النادي المنافس عشان يقل ادبهم، وهم عارفين ان شيكابالا لما بيبدا ويتشتم بيطلع عن شعوره. اعتداءات يا فندم على جماهير الزمالك الاتوبيسات. عمر ما كان اسوان قليل الادب. صحيح، عمر ما كان شعب اسوان قليل الادب. تاني، التحريض اللي كان من امبارح اللي احنا اتكلمنا عنه، انما ما جاش في دماغها ان في عيال مجرمين سفله مش متربيين بلطجيه هيكسروا اتوبيس الجماهير. يا سيادة المستشار، محدش ينكر ان اخواتنا في اسوان افضل ناس يعني في الكرم وبيعملوا الواجب مع الغريب قبل القريب. يعني جماهير الزمالك جبتهم وشحنتهم معاك ديليفري، يعني بتجيب كده حاجات غريبة. وبالنسبة للأخ شيكابالا ده بلده يعني لما يكون بلده بتستقبله الاستقبال ده، امال احنا في القاهرة وفي اسكندرية نعمل ايه؟ واكيد يعني شيكابالا ما بتوصاش، ما انت قلت اول ما بيطلع عن شعوره ما بيعرفش هو بيعمل ايه، وحاجات من اللي احنا سمعناها. ده انت في بلدك يا شيكا، ده انت في بلدك لما يبقى بلدك يعني بيعاملوك كده، امال بتلوم على الجماهير التانية ليه؟ لكن جماهير اسوان محدش اساء للزملكاوية ولا للجماهير، كلنا عارفين اللي حصل. ده اطيب ناس في الدنيا، لكن ده ما كانش السبب الوحيد. الاستاذ مرتضى عنده اسباب تانية، يا ترى ايه هي؟ قبل ما اكمل ونخش في التحكيم، في مشهد لجمهور الزمالك، في واد بيقود الجماهير. ممكن تجيبوا لي كده كريم سمحت المشهد ده تاني كده، عشان انا اول ما شفت المشهد ده قلت الزمالك مش هيكسب. هات لي المشهد كده تاني. ولد كان فوق كده لابس اسود وشعر زي النسوان، هاتهولي. ده الالتراس اللي ما حضرش ماتش اللي ما اتغلبنا فيه. خد تجربتي انا. ده الالتراس اللي احنا قلنا مش عايزين التراس. قلنا هات لي كل المطوشه اللي فاتت بتشوف حد بيقود الجماهير، ولا كل الجماهير مدانا وشها بتشجع من غير القياده دي النكسه؟ ها، هو ده اللي لابس ابيض وشورت اسود ده. هو ده ايوه. مين ده؟ ده الالتراس. هو ده بقى، هو ده لما بيحضر مطوشه الزمالك ما بيكسبش. هو الولد ده. انت في المطوشه اللي فاتت دي كلها شفت الشكل ده قبل كده؟ لا. شفت حد بيقود الجماهير زي كده؟ جماهير الزمالك المحترمه اللي حضرت، اللي قدامي دلوقتي واللي غير قدامي دلوقتي، مش محتاجين عيل بطفيره يقودهم. ده الالتراس بقى رجع تاني اهو ده. لا، وده ما ركبش على الولاد القطر، ده طلع منين؟ عايزين نعرف. واول والله العظيم اول ما بشوف الاشكال دي خلاص اقول لا مش هنكسب. ده نحس نفسها. انت مين بقى؟ انت مين يالا؟ وجيت ازاي؟ وركبت ازاي؟ انت ما جيتش في القطر. هيطلع منين يعني يا سيادة المستشار؟ ده انت جماهيرك جايبهم معاك من القاهرة على اساس يعني ان مفيش زملكاوية في اسوان ولا في الاقصر، وانت عرفت ان هو اطلس يعني، ولا هو عشان لابس شورت اسمر وتيشيرت ابيض وشعره طويل حكمت عليه خلاص؟ حكمت عليه ان هو من الجماعة اللي انت يعني نحسوا الماتش يعني. طب يعني هو لو اعتبرناه من ضمن المشجعين الاطلس اللي انت بتقول عليهم، يعني عمل ايه؟ هيرشوا الحكام يعني، ولا عملوا لك عمل في قلب الجول، ولا الحكاية ماشية ازاي؟ لكن هي شماعات واسباب الهزيمة
اكيد في اسباب تانية، صح؟ نشوف السبب الثالث من وجهة نظره، علشان ديت اهم نقطة هنتكلم فيها النهاردة. في مذكره رسميه ان الولد اللي اسمه امين عمر ما يقربش من مطوشه الزمالك. الولد اللي اسمه امين عمر ما يقربش يا علاء يا جمال يا علام من مطوشه الزمالك. ليه؟ ده راجل هو وابوه محمد عمر عاملين على صفحاتهم احنا بنموت في الاهلي. تمام؟ امين عمر ده مش لسه عامل مصيبه في ماتش الترسانه ومسكينه ضاربينه هناك. امين عمر ده كاره نفسه وكاره الزمالك. انت ليك ضربتين جزاء على الاقل. تمام؟ قلنا مين اللي على الفار؟ الواد ابن احمد الشناوي. عمر قلت برضو ان عمر الشناوي ابن احمد الشناوي. هو في ايه يا لجنه الحكام؟ انا عايز اشوف ذكر مين رئيس لجنه. الواد امين عمر ده، امين عمر ده الزمالك اول ماتش يتهزم معاه في تاريخه كله، يعني حكم قد ما حكم للزمالك. اول ماتش الزمالك اتعثر مع امين عمر، بقى الواد خلاص وعمر الشناوي او عمرو الشناوي. طب مش يعني كان زي العسل من كام ماتش كده لما واجب معاكم في كام ركله جزاء؟ ولا هي اوقات واوقات؟ وبتقول لي جمال او الكابتن، يعني مع حفظ الالقاب للناس، رئيس اتحاد الكره المصري، ما تنساش نفسك. يعني يا ترى ايه ماسك عليه حاجه ولا انت اضرب حاجات تانية؟ وثانيا بتسأل على الذكوره ليه؟ يعني بتقول انا عايز اشوف ذكر، يا ترى هتعمل فيه ايه؟ مين المصري؟ انا مش شايفكوا راجل. قولوا لنا مين اللي ماسك لجنه الحكام عشان يتلطشوا على وشه. ما تفوق يا جمال علام، انت مصدق نفسك يا رئيس اتحاد؟ ما انت عارف انت جاي ازاي؟ انتوا شويه مخبرين، حتى المخبرين اشرف منكم. اللي جابها حضرة الضابط مين؟ لا ما انا مش هسكت. انا مش هسكت. انتوا مين؟ يعني انت بتسأل عن الراجل اللي ماسك لجنة الحكام المصري عشان تلطش له على وشه؟ ربنا يقدرك على فعل الخير. يعني لما رئيس نادي الزمالك بيسأل مين اللي ماسك لجنة الحكام عشان يلطش له على وشه، عايزين الحكام تعمل ايه بعد كده؟ ومصر برضو ان يعني الاخ اللي ماسك اتحاد الكورة جاي بطريقة ايه؟ طب ما احنا ياما اتكلمنا، لكن هو قالك الضابط. طالما بتتكلم على الضابط يبقى ايه؟ مش هتسكت، انت ادرى باللي انت هتقوله منك ليهم. وفين حازم امام؟ فين الباشا حازم امام؟ مستخبي. ما تطلع يا حازم من تحت السرير، اطلع قول لنا ازاي ده بيحكم للزمالك واحنا عندنا مذكره رسميه ده ممنوع يحكم للزمالك عشان ده كاره للزمالك. ما تطلع تقول لنا. بس بالطريقه دي الدوري مش هيكمل. بالطريقه دي احنا مش هنبقى طرف. انا والنادي اللي انا بمثله عمرنا ما هيبقى في مسرحيه هزليه يقودها احمد شوبير وشويه خدامين من الحكام واتحاد كوره نايم على وشه. ايه يا كابتن حازم؟ بتعمل ايه تحت السرير يا كابتن حازم؟ مش وقت التدوير على الفار ولا الصرصار اللي هربان. اطلع شوف المصيبه اللي رئيس نادي الزمالك بقاله فتره بيرن عليك وانت مش راضي ترد عليه. انت خايف يقول لك اللي فيه النصيب على التليفون، وهو بيتكلم معاكم عادي كده وبيتدخل في امور التحكيم وخلاص. يعني اتحاد الكوره كله بقى خدامين لاحمد شوبير. هو انت لو طلعت يوم ما جبت سيره احمد شوبير هيحصل لك حاجه؟ وعيب عيب لما تقول ان هم بيناموا على وشهم. يعني ليه؟ ظهرهم واجعهم مثلا يعني ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه حلوه. تعال نشوف ركله الجزاء اللي انت يعني بتتكلم عليها، او اللي انت فاكر انها ما اتحسبتش للزمالك. لعل وعسى نلاقوا فيها حاجه. بس هات لي ضربه جزاء بقى اللي بقى رجل الواد عشان لعمه يشوفها. ايه ده؟ ايه ده يا اعمى؟ ايه ده يا منحرف؟ والفار مين؟ ابن الشناوي اللي شغال عند شوبير. ايه ده؟ عشان لعمه المنحرف يشوفها. اتفضل. برجله لسيف. وسيف اللي بيلعب الكوره. امين يا عمر ما شوفش خلقتك. تاني انت منحرف. اقسم بالله لو حكمت انا، لو شفتك في ماتش انا اللي هطلع كده كنت ارميك بره. ما دام لجنه الحكام لا مؤاخذه. دي صعبه قوي دي. الواد ماسك رجله. شفت الجون بيعمل ايه؟ ده في زاويه. ماسك رجلين سامسون الاثنين وفي الارض. ثانيه مسك الهوا ومسك رجل الواد، مسك رجل سامسون. ساب الكرة ومسك رجل الواد. يا منحرف. يا انت منحرف والاتحاد بتاعك منحرف. ده كله علشان مسك رجل الواد. يعني هو مسك حاجه لا مؤاخذه في ايه؟ يعني يكون منحرف لو شاف مسك حاجه معينه او اي حاجه غير لائقه، لكن ده رجله عمال تقول له يا منحرف يا منحرف. خلتني اشك في الراجل. لا الراجل طلع يعني ايه تمام، ما فيش حاجه وحشه، لا الامور تمام.
اهي بص حضرتك اهي. بينط عليه. يا عم اقعد ساكت، انا عمال اقول له مسك رجليه تقول نط عليه. انا بقاله ساعه يعني بيقنعنا ان هو مسك رجليه، بس تطلع انت وتقول نط عليه، يبقى معاه حق بقى. طالما فيها نط يبقى يقول له منحرف يا عم. طب بصوا يعني نكمل لعل وعسى يعني يكون لها مخرج. انا الواد اللي اسمي امين عمر، لا يا هتمك، لا يا اخويا. كلم يا كابتن امين، بنادى عليك بقول لك يعني ما علينا، مش ده الزمالك اللي عمال توجب معاه بقالك فتره، او خدت اللي في النصيب. انا مش موافق على الكلام ده، لكن هو ده سياده المستشار وده طريقه تعبيره عن غضبه. لكن بقى يعني ايه، اكيد مزاجه راق دلوقتي، ساب ماتش الزمالك واسوان وراح يتكلم على ماتش الاهلي. اكيد بقى يعني ايه هيشكر نادي بيراميدز على الاداء المحترم اللي احنا شفناه في الماتش النهارده. احنا النهارده شفنا 3 اجوان دخلوا في احمد الشناوي. لا دمهم خفيف، لا دمهم خفيف والله العظيم. يبقى ما اسمعش صوت كلب بيهوهو، ما اسمعش صوت كلب بيهوهو. لازم النادي الاهلي يشكر احمد الشناوي مرتين، لان التاريخ بيعيد نفسه. احمد الشناوي شكرا لحسن تعاونك مع النادي الاهلي مرتين، مره في 3 بتوع الزمالك، تمام، 3 اجوان دخلوا فيه، ما يخشش في عيل عبيط. كنت بايع الماتش، انا بقول لك كنت بايع الماتش. 3 اجوان اللي دخلوا النهارده لو اللي بيشوطهم جن جن يعني راكبوا عفريت كده، مش هيخشوا بالطريقه دي. والله العظيم ما يخشوا بالطريقه دي. عمرو السولية بيعمل اي حاجه تقريبا احنا رجعنا للمسخره القديمه تاني، ان الزمالك يجيب اجوان في نفسه الماتش ده واللي فات خلاص، والاهلي النهارده يلاقي جون جميل جميل جميل. قبل ما تشكر الراجل المدير الفني وتشكر السولية طبعا لاعب كبير، اشكر الشناوي يا باشا، اشكره. يا اما ركبوا عفريت زي بتاع زمان اللي كان بيحكي لي، بيقول لي انا بقول له كان ماتش اتغلبنا 5 ولا مش عارف اتغلبنا كام، بقول له يا ابني ده، قال لي لا اصل في بنت عامله لي سحر، فانا بقى في جون الاقي واحده بتقول لي من ورا شناوي يا شناوي، اجي ابص ورا الاقي جون دخل. تقريبا رجع تاني الموضوع دوت، هو سائر هبل على الشيطانه. ايه القرف ده؟ هي دي جوان تخش في المفروض جون يا جماعه، المفروض جون مصر، جون عالمي. وبعدين هي دي جوان تخش في نادي الزمالك، فتوح احسن باك شمال في مصر يجيب جون في نفسه، وعبد الغني يجيب جون في نفسه. رجعنا تاني للوساخه، رجعنا تاني للقذاره، رجعنا تاني بقى للعيال اللي بتعمل قرف. هو كده تمام؟ الكرة علي جبر هو والجون يعمل كده تطلع بره، الله 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 الله، ده احنا رجعنا تاني بقى. طب والنبي يا جماعه انقذوا لنا الراجل ده، والنبي انقذوا لنا الراجل ده، اصل خلاص ابتدى الجمهور بتاعه يهينوا ويهزقوا. ايه ده؟ ايه اللي احنا المسرحيه بتاعت النهارده دي؟ عادي بسيطه، نشكر الشناوي بس على ايه؟ طب انت شكرته لما يعني الزمالك لعب قصاد بيراميدز ماتش ودي كده والزمالك فاز؟ يا ترى بعت له رساله نفس الرساله قلت له شكرا لتعاونكم معنا؟ يعني الحاجه اللي تضحك بقى لما بيقول لك الشوط الكوره بيشوطها جن انت هتجننا كلنا. لكن يقول لك احمد الشناوي لما كان مع الزمالك ومره يعني دخل فيه 5 تجوال، شكلكم متعودين على ال5 من زمان بس ما علينا. بيقول لك يعني بيتكلم معاه يعني بيحقق معاه بقى، قال لك اصل انا في بنت عامله لي سحر زي ما انتوا سمعتوا بالظبط كده، وبحس ان في حاجه بتندهلي من ورايا بتقول لي يا شناوي يا شناوي، فالكوره دي داخله جول وانت صدقته؟ يعني ده لو واحد انا لو في شغلي في مشكله زي كده وبحقق مع حد وصدقته يبقى انا اهبل، فانت ازاي صدقته يعني؟ ولا انت ما علينا بقى يعني ايه، علشان يعني ما علينا بس يعني انت مقتنع باللي انت كنت بتقوله يعني؟ ما علينا، نكمل. لا كفايه كيف هتستحملوا معايا لحد فين؟ ما انا عندي من الفيديوهات ديت لحد بعد بكره. فعلى اي حال كفايه كده، وبشكركم لو وصلتوا معايا لنهايه الحلقه. وطبعا يعني هتلاقوا من ده كتير بعد كل تعادل او هزيمه للزمالك. فان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية تكون فيها ضحك اكتر من كده. ويا ريت بقى في النهايه نعمل لايك ونشير الفيديو ونشترك في القناه علشان دايما يوصل لكم حلقات برنامجكم ضرب في المليان. تحياتي لحضراتكم.